مساء الورد عليكم يا رب في أحسن حال. يا جماعة ربنا عرفوه بالعقل مش بالدراع. يعني العقل لما بيشتغل البني آدم بيستريح. امبارح كابتن حسام فاز تمام. راجل فاز خلاص. هجوم غريب على الكابتن حسام. أصل ماشية معاك بالبركة، أصل. طب هو راجل عامل إيه يا جماعة؟ أصل الراجل لعبه مش تمام. طب الراجل فاز، الراجل فاز. طيب امبارح منتخب مصر مضيع فرص كتير. الجون اللي دخل فينا غلطة الشمامين اللي ورا. يعني لما تيجي تسأل عن مدرب او تشوف مدرب، لا والله الناس راحت على الجون والناس عملت هجمات، فالراجل ما اثرش في حاجة. والجون اللي دخل دي اخطاء شخصية يعني. المعلم الشناوي قاعد ورا بيشم كل دي حاجة مش بتاعت كابتن حسام. كابتن حسام عبد المجيد اتفسح امبارح في الطريقة اللي خدها برضه مش بتاعت الكابتن حسام. طب الهجوم، لا الهجوم رايحين وعاملين هجمات ومضيعين وجايبين اجوان. فالكابتن حسام انتوا بتلوموا عليه في ايه؟ يعني الناس طالعه واحنا متخصصين تكسير جناحات الناس اللي بتنجح. كابتن حلمي طولان والكابتن مش عارف اسامه نبيه راجعين بفضيحه، ما حدش قال لهم تلت التلاته كام. عشان خسروا سكتنا. طب اللي كسب ندعمه؟ لا ما ندعموش. كل واحد فينا ما شاء الله اوتوفيستر في نفسه. طب الراجل يعمل ايه يا جماعه؟ مش فاهم انا. يعني انا بقالي كتير ما بتكلمش، بس الراجل يعمل ايه؟ ايه المطلوب يعني؟ ايه المطلوب؟ يخسر يعني؟ ايه اللي مطلوب من الراجل؟ مش فاهم برضه. كل اللي مطلوب منه اتعمل، واللي هيجي بعديه هيبقى شبهه، اللي كان قبليه كان شبهه. ما احنا بس بنهاجم، كل واحد طالع يهاجم، واصل ربنا يستر وانت بتلعب لا ما بيلعبش بالبركه. وانت لو مكانه مش هتعمل حاجه. الكابتن حلمي طولان ربنا سكته. قاعد يقول لك اصل حسام لا يصلح، حسام لا يصلح، ولو كانش ربنا فضحه في كاس العرب كان زمان امبارح ماسك له طبله. طب انت انت عايز منه ايه يا عم؟ انتوا عايزين من الراجل ده إيه يا جماعه؟ ما تسيبوا الناس تشتغل وتنجح يا جماعه.